طريقة عمل رقم أمريكي للواتساب والتليجرام والإيمو. طبعا هنجرب التطبيقات دول معاكم، اللي هما التلات مواقع أو التلات وسائل التواصل، يعني اللي هو واتساب، تليجرام، إيمو. لأن زي ما احنا كلنا عارفين مفيش أي تطبيق دلوقتي بتاع أرقام أمريكية شغال، ولا أي أرقام أصلا، يعني مش شرط أرقام أمريكية، مفيش أي تطبيق شغال. فأنا النهاردة جايب لكم تطبيق جديد، يعني محدش نزله على اليوتيوب قبل كده. تمام، أنا أول واحد أنزله تطبيق. هنجربه مع بعض على تطبيق على التلات برامج، اللي هو الواتساب والايمو والتليجرام. خش في الشرح على طول. بس قبل ما نبدأ حابب بس اقول لكم حاجة. انا طبعا ما بنزلش فيديوهات بقالي تقريبا شهر على القناة، تمام، لان ما فيش تفاعل اخر فترة. يعني اخر فيديو انا منزله جايب 1000 مشاهدة، يعني بقاله شهر. يعني ما فيش تفاعل قوي على القناة، وعايزين يعني وصلنا 2000 متابع، وصلنا 2000 وشوية كمان. ثواني شوف مع بعض كده. عندنا هنا 2250. تمام، زدنا. أنا كنت آخر حاجة شايفها 2200 على ما أظن. تمام، يعني إن شاء الله نوصل 3000 مع بعضنا. بس قبل أي حاجة برضه صلي على النبي في الكومنتات تحت، ولو احتجت أي حاجة أسيب لك رقمه في الوصف، ولينك البرنامج دوت في الوصف برضه. خش كده على جوجل، أنا تقريبا كنت فاتحه قبل كده، فهجيبه من هنا. هو ده اللي هو البرنامج اللي هنشتغل عليه النهاردة. انت اول ما تضغط على اللينك اللي تحت في الوصف او في اول تعليق مثبت، هيفتح معاك بالواجهه دي على طول. تمام، طبعا هنا عندك كذا دولة. انا طبعا في اول الفيديو قلت لك رقم امريكي الواتساب والتليجرام والإيمو. هنا عندك كندا، وعندك الولايات المتحدة، وعندك المملكة المتحدة. تمام، كندا هنا عندك اول واحدة فيها 3 ارقام، اللي هي دي فيها 3 اهو، واللي بعدها فيها 4، واللي بعدها مفيش فيها ارقام خالص. فنخش على اول واحدة كده، نضغط عليها، هيحمل كده بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. هنا عندك اكتر من صفحة اهي، صفحة ارقام، وهنا جايله رسايل. تمام، جايله كذا رسالة تحقق اهي من بابجي موبايل، جايله كذا رسالة يعني. هو الرقم نعمل له نسخ كده، ونطلع تخش مثلا على تيجي نبدأ. هنا نحط 1، وبعد كده ننسخ هنا الرقم، ونحذف الواحد اللي هو رمز الدولة. بس هنا مش أمريكا، هنا كندا. تمام، لأن طبعا زي ما احنا كلنا عارفين إن الدولتين نفس الصيغة ونفس المفتاح للدولة. وبعد كده تضغط على السهم ده. نعم، هنا بقول لك هذا الرقم محظور. تمام، فالرقم ده مش شغال. هنعمل حسنا ونشوف واحد تاني. بس خلينا قبل ما نشوف واحد تاني نجربه على الواتساب والإيمو. دي طبعا نسخة واتساب ماسنجر اهيت فاضية، جرب عليها. وبعدين كده التالي طبعا ده رقم شغال. جربت لك برسالة نصية. هنا بقول لك بعد ساعة، فأنت هتيجي بعد ساعة ترسل، تعمل رسالة نصية، هيوصلك الكود في الصفحة دي. تمام، انت كل ما عليك هتنزل، بس هتنزل تعمل تحديث للصفحة كده، هتلاقي الكود وصلك. ونيجي نجرب نفس الرقم ده بس بالإيمو. نعمل سماح، نبحث هنا عن كندا، ونحذف الواحد، وبعد كده صح أو التالي، بعدين حسنا. هنا رقم شغال وهيوصلنا الكود دلوقتي.
طيب في ثواني زي ما انت شفتوا كده، ده الكود اهو، 1979، 1979 رقم فتح معانا اهو قدامكم بالإثبات. تمام. أهم حاجة إن أنا أثبت لكم إن الموقع ده بيوصل الأكواد، يعني مفيش إثباتات أكتر من كده. بعد كده نخش بس أأكد لكم إن ده رقم اهوت يا جدعان. تمام. رقم اهو حبايب قلبي، هو ده الرقم اهو، وهو نفس الرقم هنا اهو، اخره هنا 34 وهنا 34 اهو. انا طبعا اهم حاجة عندي ان الكود وصل، ده اثبات كافي ان الموقع ده صادق وبيوصل اكواد. ناخد بس سكرين كده عشان تبقى الصورة مصغرة. نرجع نطلع تاني، نخش مثلا على دولة اللي هي المملكة المتحدة، خش على أول واحدة نضغط عليها. بعد كده ننسخ الرقم، طبعا رمز الدولة اللي هو 44. هنعمل هنا تسجيل حساب، هناخد حساب، نحط هنا رمز الدولة كده 44 المملكة المتحدة. بعد كده نعمل لصق ونحذف مفتاح الدولة التالي حسنا. هنا نخش على الموقع، نستنى الكود، نعمل لا تحديث للصفحة كده، لا الكلمة اللي بالإنجليزي دي تضغط عليها. هنا بيحصل تحديث للصفحة. نعمل تحديث تاني. على ما أظن يعني إن الرقم ده مستخدم، عشان كده ما وصلش كود، بس عادي مش مشكلة، حتى لو موصلش كود احنا نقدر نفعل واحد تاني بدون أي مشاكل. طيب نيجي كده ناخد نفس الرقم نجربه عندنا على التليجرام. نعم، هنا المفروض إن هو يوصلنا كود. طيب في هنا بعد دقيقة أهو زي ما انتم شايفين، فاحنا هنستنى الدقيقة بس مش هنقفل الفيديو. في خلال الدقيقة دي هنجرب الرقم على الواتساب. نرجع على الواتساب، نعمل هنا لصق التالي موافق. طبعا معظم الأرقام بتبقى مستخدمة قبل كده، حد مستخدم. هنا ادالنا دقيقتين اهو زي ما انتم شايفين. هنعمل تحديث للصفحة كده. الرقم ده شغال يا جماعة. تمام، ادالنا دقيقتين اهو زي ما انتم شايفين، بس ده إثبات إن الرقم شغال على الواتساب. يعني كده اثبت لكم ان الرقم شغال على الواتساب وعلى الايمو. تمام. والتليجرام طبعا، يعني طالما فعلنا واتساب وايمو يبقى نفعل تليجرام بدون اي مشاكل. فانا هوقف بس الفيديو اول ما الدقيقتين دول يخلصوا وارجع لكم تاني. طيب هنا طبعا يا جماعه بقول لك ان الرقم ده معمول له تحول بخطوتين، اللي هو الاتصال برقم. تمام. فمش هنقدر نفعله على التليجرام، لان زي ما قلت لكم معمول له تحول بخطوتين. فالتحول بخطوتين ده بيديك اتصال. طبعا البرنامج او التطبيق اللي احنا شغالين عليه النهارده ما بوصلش اتصال، كل اللي بوصله هو رسالة نصية زي الرسائل دي كده. تمام. ثانية بس. وهنا الدقيقتين على وشك ان هما ينتهوا. اول ما الدقيقتين يخلصوا الوقت لو معادش فيهم الا 5 ثواني، هنضغط اللي هو طلب كود، لم تتلقى الكود.
هنا طبعا الرقم زي ما انتوا شفتوا ادانا دقيقتين الرقم شغال. لو استنينا ال24 ساعة دول وطلبنا رسالة نصية، تمام، ولنفترض مثلا إن رسالة نصية شغالة الوقت، نضغط على رسالة نصية. بعد ما تضغط رسالة نصية يعد معاك دقيقتين، تستنى الدقيقتين كمان رسالة نصية، ترجع تاني للموقع كده، تعمل سيرش للصفحة أو تحديث، هتلاقي الكود وصلك هنا. طبعا الرقم ده شغال وهسيبه معايا على الواتساب، مش هشيله، تمام. وهسيب الصفحة، هسيب طبعا البرنامج مفتوح على الصفحة دي عشان برضه هحطلكوا في الصورة المصغرة إن أنا الرقم متفعل ومفتح على الواتساب. ويعني بكده نكون خلصنا الفيديو. يا ريت لو عجبكم الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.